في موديل جديد من ديب سيك نزل اسمه ديب سيك في 3.1 او 3.1. الشركة نزلته كده في صمت من غير اي اعلانات رسمية او بيان صحفي، وكوميونتي المبرمجين والمطورين اللي هم اكتشفوا النموذج ده وبدأوا يجربوه في خلال ساعات قليلة الموديل ده بقى الرابع من حيث الشعبية على منصة هاجن فيس او هاج فيس. وده بيثبت قد ايه بالفعل الناس مهتمة بالنماذج مفتوحة المصدر اللي انا بالفعل كلمتكم عنها كتير وبكلمكم دايما عنها كتير جدا، وتقريبا بركز على نماذج مفتوحة المصدر اكتر من النماذج الرسمية والمعروفة والمشهورة زي جيميناي او غيره، بسبب بالفعل التنوع الرهيب اللي النماذج دي بتقدمه. ايه بقى قدرات النموذج ده او الموديل ده؟ الموديل ده باختصار شديد هو مجرد تحديث عادي، او خلينا نقول مش مجرد تحديث عادي، لان بالفعل لو هو تحديث عادي ما كانش هيبقى في الضجة اللي حصلت له دي كلها، وانما هو يعتبر تحديث دمج ما بين موديلين خلاهم في موديل واحد. يعني احنا عارفين ان بالفعل في اللي هو الموديل اللي هو الديب سيك الفي 3 اللي كان ممتاز جدا في المهام العامة زي الدردشة والكتابة والتلخيص وحاجات كتيرة، والموديل الثاني اللي هو الديب سيك ار1 اللي كان يعني متخصص اكتر في التفكير المنطقي وحل المسائل المعقدة في البرمجة والرياضيات والحاجات دي كلها. يعني خليني اقول لك بقى ان النموذج الجديد هو دمج ما بين النموذجين دول، يعني خلاهم يعملوا حاجة اسمها هايبرنج ريزنينج موديل او نموذج التفكير الهجين. يعني باختصار شديد الموديل ده هو يعتبر هجين بيجمع بين القدرتين، اللي هو القدرة اللي بتخلي بالفعل النموذج قوي تمام من حيث الردود المباشرة وكمان التفكير. ودي نقطة مهمة جدا لان بتخلي الموديل اذكى واكتر كفاءة، ولما تسأله سؤال بسيط بيجاوب عليه بسرعة من غير ما يشغل، يعني من غير ما يشغل وضع التفكير اللي هو كان الموجود في الار1، وده بيوفر في الموارد والوقت كمان. ولما تسأل سؤال مثلا افتراضا صعب ومحتاج تحليل ومحتاج تفكير والكلام ده كله، بيشغل بقى قدرة التفكير بتاعته عشان يقدر ان هو يجاوب بدقة، وكل ده اوتوماتيك بدون اي تدخل منك. يعني هو حرفيا بيقدر ان هو يحدد قوة سؤالك او صعوبة سؤالك، يعني بالنسبة لنفسه هو بيقدر يحدد ده. بالتالي هو بيعرف هو محتاج ان هو يشغل ايه في خليته العصبونية اللي هي الخلية العصبية، لان طبعا الذكاء الاصطناعي دي خلية عصبية بس اسمها الخلية العصبونية او العصبونية. فهو بيقدر ان هو يقرر ايه الجزء اللي هو محتاجه في الخلية بتاعته عشان يقدر ان هو يرد عليك بدقة. طيب ايه بقى المميزات الجديدة اللي بتميز اللي هو اللي هو الفي 3.1 او الاصدار الجديد اللي هو الفي 3.1؟ اولا هو جاي بنافذة سياق كبيرة، يعني التحسين الأساسي اللي الناس بالفعل كلها بتتكلم عنه وهو إن نافذة السياق أو الكونتكست اتضاعف من 64,000 توكن ل 128,000 توكن، وده معناه إن الموديل أو اللي هو الموديل ده اللي هو ال 3.1 قادر يستوعب ضعف كمية المعلومات في المحادثة الواحدة، وده مهم جدا يعني للمهام اللي بتحتاج قراءة ومستندات طويلة وأكواد برمجة ضخمة أو مقالات علمية من غير ما ينسى بداية الكلام. تمام، لأن بالفعل ده مشكلة شائعة جدا في النماذج مفتوحة المصدر، انه لو انت طولت معاه في المحادثة بينسى اصلا انت كنت بتكلموا عليه. دي ذاكره حرفيا زي ذاكرتي بالظبط، لو انا يعني انت دخلت معايا في نقاش انا بنسى اساسا اول المحادثه كانت ايه. بجانب برضو ان هو قدرته على البرمجه اصبحت افضل، يعني النقاد والمستخدمين اللي جربوا الموديل ده بيقولوا انه بقى اقوى بكتير في البرمجه. يعني في اختبارات اتعملت على منصة اللي هي ايدر، الموديل ده حقق نتائج بتوصل ل 71.6%، وده بيخليه يتفوق على موديلات كتيرة تانية وحتى على كلاود 4. يعني في بعض المهام مش في كل، في بعض المهام، وبيقدر يعني يكتشف الأخطاء في الأكواد ويصلحها من نفسه ويكتب أكواد معقدة وحتى يعمل تأثيرات بصرية بسيطة. وكمان الميزة الأخرى إن الموديل ده بقى بيقلل الأخطاء اللي هي hallucination أو الهلوسة، الواحد بقى بيعرف يقولها بالإنجليزي، اللي هي الهلوسينيشن أو الهلوسة بنسبة 38% مقارنة بالنسخة اللي قبليه، وده بيخلي الإجابات بتاعته أكثر موثوقية ودقة كمان. بجانب برضو إن هو أصبح سريع وتكلفته أقل، يعني الموديل ده بقى أسرع ب2.5 من النسخة القديمة في بعض المهام، يعني وده غير إن الشركة أساسا بتقول إن تكلفته أقل بكتير من الموديلات المنافسة واللي كمان اللي قبله، يعني اللي هو
اللي هو الفي 3 العادي، وده بيخليه خيار ممتاز للشركات اللي عايزه تبني تطبيقات يعني قويه بتكلفه معقوله وتكلفه قليله. بسبب برضو ان بالفعل يعني كل ما الموديل نفسه يعني بيكبر، كل ما التكلفه بتاعه التشغيل بتاعته بتزيد. فلا، ده العكس، فاهمني؟ التكلفه بتاعته قليله جدا او اصبحت قليله جدا، بجانب برضو ان هو بيدعم اللغات المختلفه، يعني بيدعم اكتر من 100 لغه، وده بيخلي نموذج شامل. طبعا احنا عارفين ديب سيك ممتاز جدا في النقطه دي. طيب انت بقى دلوقتي حابب تستخدمه ازاي بعد الكلام ده كله؟ بص يا صديقي، الموضوع سهل وصعب في نفس الوقت. للاسف هو الى الان يعني ما تمش اطلاقه في الموقع الرسمي اللي هو الديب سيك، الموقع الرسمي. فهو نموذج يعني منفصل عن الموقع الرسمي، فانت تقدر ان انت تستخدمه بشكل منفصل في الموقع الرسمي، تمام؟ او يعني انت تستخدمه بشكل منفصل، وهتلاقيه عندك على هاجن فيس. لو انت رحت عندك هنا افتراضا على هاجن فيس زي ما انت شايف، رحت هنا عندك على موديل، ورحت هنا عندك على اللي هو الديب سيك اي اي، تمام؟ اللي هو الفي 3.1. لو رحت عليه هتلاقي عندك ان هو ده الموديل اللي انت تقدر تستخدمه. عندك هنا الكوميونتي كتير قوي بيتكلموا عنه، كتير قوي بالفعل بيدردشوا حواليه، بس عشان تقدر ان انت تستخدمه محتاج ان انت تحميله بيبقى سهل. رحت هنا عندك على الفايل اند فيرسون، هتلاقي عندك هنا النموذج تقدر تحمله بشكل مباشر يعني عشان تقدر تجربه. بس الى الان هو محتاج جهاز بمواصفات خاصه، يعني ذكر يعني مثلا هو جي بي يو يعني حجمه تقيل شويه، او يعني اللي هو يعني قوي. انا اسف معلش، انا اللي هيست حجمه قوي. بالفعل يعني عندك رامات عاليه ومرتفعه والكلام ده كله عشان تقدر انت تشغله. غير كده ما انصحكش ان انت اصلا تجربه او تحمله عشان تجربه، لانه بالفعل بيكون تقيل. انا نفسي ما جربتوش، يعني انا نفسي مش هجربه الا بالفعل لما الاقيه متاح عندي على اي من الخدمات اللي هي بالفعل موجوده او انا اتكلمت عنها قبل كده، عشان اقدر ان انا اجربه معاكم. لان بالفعل يعني للاسف الموديلات دي بتبقى تقيله وما فيش منها نسخ، لان طبعا احنا هنا بنتكلم على ايه، على 70 بي اللي هو 70 مليار والكلام ده كله. 70 مليار والارقام العاليه دي و128، الحاجات دي مش بتاعتنا احنا. اخرنا 30، ده اخرنا جدا. الجهاز بيقول ده انا كده جبت اخري معاك 30، هو اصلا بيشغل 15. حلو قوي يعني، فاهمني؟ فطبعا زي ما احنا شفنا قبل كده، فللاسف يعني هنشوف بقى منه نسخه معدله او نسخه خفيفه معدله نازله عشان نقدر نجربها. غير كده مش هنقدر نجربها الا بقى لما ينزل على خدمات اخرى او خدمات سحابيه اخرى نقدر نجربها مع بعض. بس انا وريتك ازاي انت تقدر تخش لو انت بالفعل عندك جهاز قوي وجهاز ناسا، تقدر ان انت تستخدمه يعني براحتك. بس ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. وانا اعتذر على الاطاله في بعض الامور، انا بالفعل ما بقتش انزل فيديوهات يوميه زي الاول، بس ان شاء الله هرجع بقوه وهنزل الاخبار وحاجات كتيره زي ما انا دلوقتي نزلت معاكم خبر عن اللي هو الديب سيك في 3.1. بس اشوفكم على خير بقى باذن الله فيديو جديد، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ومع السلامه.